ازاي تعملي مكرونة بشاميل كريمي جدا وطعمها خطير؟ لو ما بتعمليش المكرونة البشاميل بالطريقة دي فايتك كتير. الطريقة اللي هتعتمديها دايما وهتعملوها زي المحترفين بالظبط ومظبوطة من اول مرة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير وكملوا الفيديو للآخر. اول حاجة في طاسة على النار فيها مكعب زبدة او معلقة سمنة كبيرة، وهنزل عليها بالقوانص عشان اشوحها كويس واسيبها ربع ساعة تتشوح. وبعد كده هنزل عليها ببصلة مفرومة ناعم ونقلب كويس، وبعد كده هننزل عليها بقرن فلفل رومي ونقلب برضو، وبعدها هنزل بالكبدة ونقلب ونقلب واسيبها لحد ما تستوي. وبعد كده هننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل اسود و7 بهارات اختياري. وبس كده، وكده خلصنا اول حاجة، ونروح بقى على سلق المكرونة. حلة على النار فيها مية بتغلي، هنزل فيها بمعلقة ملح صغيرة وانزل بالمكرونة واديها تقليبة واسيبها تتسلق. هنعمل البشاميل في حلة فيها 5 مكعبات زبدة، واول ما الزبدة بتسيح وهنزل الدقيق قد الزبدة بالظبط، يعني 5 معالق دقيق. وخدوا بالكم لازم نقلب كويس عشان الدقيق ما يكتلش، ودي اهم مرحلة في البشاميل. وبعد كده هنزل عليهم بلتر من اللبن. وطبعا هنستمر في التقليب، وهنا حسيت ان قوامه تقل معايا فهضيف شوية من سلق المكرونة وهقلب لحد ما يوصل للقوام الكريمي ده. وبعد كده هنزل عليه بملح وفلفل اسود وبس كده، وبقى جاهز معايا احلى بشاميل. كده كل حاجة بقت جاهزة معايا. هجيب الصينية اللي هرص فيها وتكون مدهونة سمنة، هنزل بنص المكرونة وهنزل عليها بشوية من البشاميل واقلبها كويس، وبعد كده هفردها في الصينية كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص وافردها كويس في الصينية، وبعد كده هنزل بباقي المكرونة واسويها في الصينية، وبعدها هنزل بالبشاميل هغرقها بالبشاميل. وكده بقت جاهزة تدخل الفرن على درجة حرارة 180. هي طبعا مش هتاخد وقت معايا عشان كل حاجة بتكون مستوية. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. يا قلبي على الجمال، شايفين الجمال؟ بجد خطيرة وريحتها تجنن. اللي ما جربش الطريقة دي بجد فايته كتير. الكبد والقوانص مودياها في حتة تانية خالص، بجد طعمها مختلف تماما عن اللحمة. خطيرة خطيرة. لازم لازم تجربوا الطريقة دي، وهستناكم تقولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملولي لايك وشير كتير ومتابعة. واستنونا في فيديو جديد مع أكلك ألذ مع بنات العيلة.